اللعبه دي اخوان الفينا خد فيها انذار، والحكم شاف انه ضرب دغموم في ظهره مش في كتفه. ولو هنتفق مع الحكم ان هي فعلا فيها انذار، تعالوا بقى نشوف نفس اللعبه حصلت من دغموم ضد بنتايج. بص اللعبه ايه، دغموم هيخش على بنتايج يديله مش في كتفه خالص، مش لعبه ما فيهاش كتف. بص هوقف لك اللعبه اهيت، دي ما اتحسبتش اصلا فاول، مش خد فيها انذار، دي ما اتحسبتش اصلا فاول. دغموم كان المفروض ان هو يطرد في الماتش ده. بص اعتراضه على الحكم دايما كان بيعترض بطريقه غير لائقه خالص. بص هينرفز الحكم، وصله لدرجه ان هو يتنرفز ازاي والحكم ولا هو هنا. اللعبه دي دغموم عمل فاول خطير جدا مع دونجا، وبص بيتكلم مع الحكم بالطريقه ازاي، يعني الحكم بيحذره بس ما فكرش يديله انذار. بص بقى الفاول اللي الحكم بيحذره عليه، يعني دي ما تستحقش حتى انذار، المفروض ان هي تستحق انذار، لكن الحكم بس مجرد التحذير. وادي كوره تانية هي اعتراض اللي هو ما بين الشوطين. بص خارج بيتكلم ازاي، بص الحكم طريقه الحكم بيتكلم ازاي، معنى كده ان هو نرفزه لكن ان هو ما حسبهاش خالص. وادي كمان تدخل اهوت على بنتايج، بص الطريقه دي اتحسبت فاول لكن ما فيش اي انذار، ما فيش. ودي كمان ما فيهاش انذار. بص اعتراضه عمر الساعي هنا يضربه ان هو بيتكلم مع الحكم بالطريقه دي، يعني معنى كده ان هو قال للحكم كلمه خارجه. وادي هوت مفيش حد فكر ان هو يتكلم معاه ولا قال له اي حاجه، يا دوب الحكم في الدقيقه 87 اداله انذار.